السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي، تحياتي لكم. أتمنى لكم التوفيق في بداية الأسبوع الجديد. إخوتي، أريد أن أشارك معكم معلومة بسيطة يجهلها بعض المبتدئين، وأعلم أن 98% منكم يعلمون بها، لكن لا يوجد أي حرج أو عيب في إعادة المعلومة إلى بعض المبتدئين. أريد أن أشارك معكم توقيت عمل البورصات العالمية. كما تعلمون، سوق الفوركس هو سوق يشتغل 5 أيام في الأسبوع. يبتدئ سوق الفوركس يوم الأحد على الساعة 10 ليلا من بورصة سيدني، التي تشتغل مع الساعة 10 ليلا بتوقيت غرينتش. من الساعة 10 إلى الساعة 6 ينتهي توقيت عمل بورصة سيدني. بعد افتتاح بورصة سيدني بساعتين تفتتح بورصة طوكيو على الساعة 12 ليلا أو منتصف الليل، من منتصف الليل إلى 8 صباحا. قبل أن تغلق بورصة طوكيو بساعة تفتتح بورصة لندن على الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين، من الساعة 8 إلى الساعة 4 عصرا. قبل إغلاق أيضا بورصة لندن ب4 ساعات تفتتح بورصة نيويورك على الساعة 1 وتغلق على الساعة 9 ليلا، ثم تفتتح على الساعة 10 بورصة سيدني، وهكذا يوميا مدة 5 أيام. طول النهار البورصات العالمية مفتوحة، يعني قبل أن تغلق بورصة تسلم لبورصة أخرى. يعني أنت ماذا عليك؟ يعني في أوقات افتتاح بورصة لندن يجب أن تركز على العملة الإنجليزية وعلى العملات الأوروبية، يعني نفس الدول التي تتشارك نفس الوقت مع لندن، مع بورصة لندن. في بورصة نيويورك تركز على العملة الأمريكية والعملة الكندية والدول التي تتشارك نفس الوقت مع الولايات المتحدة. في بورصة سيدني ركز على النيوزيلندي وعلى الأسترالي. في بورصة طوكيو ركز على الياباني والعملات الآسيوية. يعني سوق مفتوح 5 أيام بدون إغلاق طول الأسبوع. يفتتح يوم الأحد، يغلق يوم الجمعة. هذه معلومات أغلبكم يعرفها، ولكن بعض المبتدئين الذين يلجون المجال يجب أن نشير لهم لهذه المعلومات البسيطة التي قد يجهلونها لحد الآن. بالتوفيق إخوتي، أتمنى لكم بداية أسبوع جيدة. دمتم سالمين وفي أمان الله ورعايته.